لازم تبقى انت واضح في ان انت عايز ايه من الميتنج. انت رايح تقول له والله احنا شركه كذا وعندنا منتجات 1 2 3 4 وهكذا. اهلا وسهلا، عرفنا ان انتوا شركه كذا وعندكم المنتجات كذا، طلبات حضرتك ايه؟ عايزين نتعاون. ده مش طلب، مفيش حاجه اسمها كده. اول حاجه لازم تبقى انت فاهم ان الشخص اللي انت بتقابله ده هو شخص. يعني ما تبقاش هايبه، ما تبقاش فاهم ان هو علشان هو قاعد في كرسي ان هو ماركتنج دايركتور او ماركتنج مانجر فانت داخل تعرض عليه منتج فانت تبقى داخل ركبك بتخبط ولا انت قاعد باصص في الارض. لا، هو شخص زي اي شخص عادي. ممكن تبقى بتركب معاه الاتوبيس عادي، ممكن تبقى جاره عادي، ممكن تبقى ساكن في نفس الشارع اللي هو ساكن فيه عادي، ممكن يبقى اولادك بيروحوا مع اولاده في المدرسه. فالهيبه اللي انت بتهابها في المرحله الاولانيه دي بتاثر عليك انت، بتاثر عليك سلبا. وهو لو شخص ذكي هياخد باله ان انت اتهزيت، هياخد باله ان انت مش مالك نفسك، هياخد باله ان انت مش واثق نفسك قوي 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 في الكلام. فثق في نفسك، والاول اتاكد ان الشخص اللي قصادك ده هو مجرد شخص، هو شخص طبيعي عادي. ممكن يبقى زي ما اقول لك جارك، ممكن يبقى حد انت بتعمل معاه، ممكن تبقى بتروح معاه انت وهو النادي واحد، ممكن يبقوا لك في مدرسه واحده وهكذا. دي نمره واحد. نمره اتنين، ابدا اعرض منتجك وابدا كون جاهز لكل التكسير المقاديف اللي هيحصل. يعني هو الراجل ده قاعد بيعدي عليه النهارده مثلا لو ماركتنج دايركتور في شركه، فهو بيعدي عليه كام مندوب مبيعات او بيعدي عليه كام شخص عايز يبيع له كام حاجه طول اليوم. راعي ده وانت بتعرض. بلاش تبقى بتطول، بلاش تبقى بتقعد ترغي كتير، بلاش ان انت يبقى عندك اسهاب في كل ما هو له لازمه وملوش لازمه. انا دايما في البرزنتيشن لما باجي اقعد مع الناس بقول لهم يا جماعه احنا if we didn't grab الاتنشن، لو احنا ما قدرناش نوصل لاتنشن معين او نوصل لان احنا نجذب اهتمام الشخص اللي بنتعامل معاه في اول 90 ثانيه، احنا فشلنا. انت لازم في خلال دقيقه ونص، دقيقه ونص ده الحد الاقصى، وعلى فكره ده الستاندر العالمي، في دقيقه ونص فقط لا غير حاول ان انت تجذب اهتمام الشخص اللي قصادك. لو هو فقط اهتمامه بيك بعد اول دقيقه ونص، صدقني كل اللي انت بتعمله ملوش اي 30 لازمه بعد كده. دايما احنا لما بنخش بنحاول نلقط حاجه، لازم خليك كده عندك فراسه، خليك كده شايف ان الكلام اللي انت بتقوله انهي جزئيه فيه اللي عين الشخص اللي قصادك لمعت فيها. خد بالك من عينيه، خد بالك من حركاته، خد بالك من البادي لانجوج بتاعته او حركات الجسد اللي هو بيبقى بينفذها، علشان خاطر تبقى بتاخد بالك ايه الجزء في كلامك اللي شد انتباهه او لفت انتباهه لحد دلوقتي. لو انت قدرت ان انت تشد انتباهه في اول دقيقه ونص، في اول دقيقتين يا سيدي، بلاش نمشي على الستاندرد العالمي، صدقني الموضوع هيبقى سموث. البرزنتيشن بتاعتك مش المفروض انها تبقى كبيره. راعي مين الشخص اللي هتقابله. لو انت بتقابل حد سينيور ليفل، لو احنا بنتكلم دايركتورز سي ليفلز، احنا بنتكلم على البورد ليفل، دول لازم تبقى البرزنتيشن بتاعتك قصيره، لازم يبقى كلامك سهل، كلامك بسيط، والبرزنتيشن بتاعتك تكون صغيره وتهتم فيها بتوسعاتك في البيزنس، وتهتم فيها ان المنتجات ازاي دي بتبقى بتتحرك في السوق بشكل كبير، والنسب النسب اللي بيبقى بتحرك بيها سوق العمل في الصناعه بتاعتك. انا بحاول قدر المستطاع يا جماعه، معلش انا ببذل مجهود اني ما اقولش اسماء براندات او ان انا ما اقولش اسماء صناعات معينه. نرجع تاني، احنا لازم نبقى فاهمين ان الشخص ده لو هو سينيور ليفل، لو هو حد دايركتور، لو هو حد سي ليفل، البرزنتيشن بتاعتنا تكون قصيره قدر المستطاع، نبقى الكلام بتاعنا محدد وواضح، ما يبقاش فيه عندنا حاجه غامضه في البرزنتيشن. لو احنا بنتكلم حد تحت السينيور ليفل شويه، لو ميد ليفل او الجونيور، لا لازم نهتم بالتفاصيل، لازم نوري الناس ان احنا مذاكرين البرزنتيشن. فالبرزنتيشن بتاعتنا يسمح ان هو يكون متوسط الى طويل، مفيش ما يمنع ان انا بقى بخش بقى في تفاصيل كتير، بتكلم عن مقدمه الشركه بتاعتي، بتكلم انا المنتجات اللي عملتها، الكلاينت ليست اللي اشتغلت معاهم قبل كده، وابدا ان انا ابقى بحكي عن المنتج بتاعي وعن العروض اللي انا بقدمها، الباكجز المختلفه اللي انا ببقى بعرضها. كل ده لازم ان انا ببقى بعمله. فيبقى اول جزئيه ثقتي في نفسي، ثم بعد كده الوقت بيتحدد على حسب انا قاعد مع شخص سينيور او انا قاعد مع شخص ميد ليفل او جونيور، ثم بعد كده اهم حاجه لازم تبقى انت واضح في ان انت عايز ايه من الميتنج. انت الاول ما ينفعش تبقى داخل الميتنج كده مش عارف انت عايز ايه. انت رايح تقول له والله احنا شركه كذا وعندنا منتجات 1 2 3 4 وهكذا. اهلا وسهلا، عرفنا ان انتوا شركه كذا وعندكم المنتجات كذا، طلبات حضرتك ايه؟ عايزين نتعاون. ده مش طلب، مفيش حاجه اسمها كده. انت ما انتش واضح يعني ايه عايزين نتعاون. انت مش عارف انت عايز مني ايه، انا هقول لك انا عايز منك ايه. لازم تبقى انت واضح. فانت بعيدا عن ان انت عرضت منتجك بشكل كويس، عرضت شركتك بشكل كويس، لازم تبقى انت عارف انت عايز ايه من الميتنج. انت رايح للراجل ده عشان تطلب منه ايه. سهل على نفسك وسهل عليه. بعد ما تعرض عليه كل حاجه تحس ان الراجل مهتم او حتى في نص اهتمام، اديله عرض واضح.
اطلب منه، قول له احنا محتاجين ان احنا بنتعاون في 1 2 3 4، انا محتاج ان حضرتك تشتري من عندنا منتج كذا، انا محتاج ان حضرتك بنعرض عليك الوحدات اللي ما بين كذا وكذا، لكن انا عرضت عليه الكومباوند بتاعنا كله اللي احنا بنحاول ان احنا نبيعه، وشوف حضرتك بقى محتاج ايه. لا، انت المفروض من بدايه الميتنج لحد ما وصلت للمنطقه بتاعه الاوفرنج تكون عرفت الكاتيجوري بتاعه الزبون ده، وعرفت ان هو ده مش هيشتري قصر، ده ممكن يبقى عايز يشتري فيلا، لا مش هيشتري فيلا، ده ممكن يبقى عايز يشتري شقه، ده مش هيشتري شقه، ده ممكن يبقى عايز مكتب اداري او عايز محل. انت لازم تبقى بفراستك طول القعده من اول الميتنج لاخره، حتى لو انت مش محدد هدف، على ما توصل لنهايه البرزنتيشن او على ما توصل لنهايه الميتنج لازم تبقى وصلت للهدف. لو انت ما وصلتلوش الميتنج بتاعك باظ، انت ضيعت وقتك ووقت الراجل، انت مش هتوصل لاي حاجه. لازم تبقى انت هنا عندك قناعه كامله ان اللي انت محدده هتعرف تعرضه عشان تعرف تاخده. لو انت مش محدده مش هتعرف تعرضه ومش هتعرف تاخده. دي كده تبس يعني بسيطه عن الصناعات ككل، ما اتكلمناش عن حاجه بعينها، بس زي ما قلت لكم اسالوني، شوفوا انتوا محتاجين ايه الصناعه اللي انت شغال فيها بتواجه عقبات شكلها عامل ازاي، ان شاء الله نبدا بنحاول نساعدكم ده.